السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده معانا في الحلقة دي ازاي تغير قلب الخلاط بنفسك وبطريقة سهلة. الحقيقة ان انت بتيجي لخلاط المطبخ او الحوض بتلاقي دي بتلف على الفاضي، فانت بتشك اما البقرة هي اللي بايظة ولا القلب هو اللي بايظ. فطبعا الجولد عموما ده خلاط نوع جولد، كله او كل واحد فينا يقول لك عمر ما المقبض ده بيبوظ بسهولة، ولكن اللي بيبوظ هتلاقي القلب سنه ناعم شوية. ولكن دي اللي هي الأكرة أو البقرة دي لازم بتكون الجولد ما بتبوظ أو نادرا ما بتبوظ، مش زي أي خلاط تاني. فهنا احنا دلوقتي مضطرين ان احنا ايه، نغير قلب الخلاط علشان شايف بتلف على الفاضي ما بيفتحش. وخصوصا دي بتحصل كتير في بعض البيوت، احيانا تبقى الميه بتقعد تخر او تقعد يعني الحنابيل مفتوحه علشان القلب مش بيتقفل او ما بيحكمش فانا جبت قلب جديد وهجربه قبل ما يعني اركبه، هل المقبض ولا القلب. ف قبل ما اركب اروح ايه مجرب كده القلب، هل كده خلاص ثابت وبيفتح ويقفل، يبقى كده فعلا عيب ايه قلب الخلاط. فهغيره علشان قلنا مقبض الخلاط الجولد ده ما بيبص. هجيب مفتاح فرنساوي او انجليزي وهظبط عليه او اي مفتاح طبعا لو معاك المقاس بتاعه، وهقفل المحبس الاول. لازم تقفل المحبس عشان الميه ما تضربش في وشك. فبتقفل المحبس وبتركب الخلاط الجديد، ودي سهله وبطريقه ايه بتعملها بنفسك علشان الميه نحافظ عليها وما نسيبش الحنفيه بتنزل ميه على الفاضي. وبركبه الاول. هنا الفنيات ان انت عشان ما تبوظش الخلاط بتركبه بايدك، يعني في ناس بتحطه تروح عامله بالمفتاح على طول، لا انت بتركبه ايه بايدك علشان تحافظ على السن او الشفه بتاعت ايه الخلاط. وبعد كده بقرط عليه سنه صغيره بايه بالمفتاح بتاع الفرنساوي او الانجليزي او المقاس لو انت معاك ايه مقاسه. وكده بحيث ان انت تبقى تقدر تغير. احنا دلوقتي هدفنا في القناه ان احنا بنقدم في كل حاجه ان انت تقدر تعملها بنفسك، و توفر وقت وتوفر ايه مجهود وتكاليف، والصيانه انت بتعملها بنفسك. او كده خلاص اشتغلت. وهربط بقى الأكرة بتاعة الجولد بالمسمار كده، تمام. وأحط عليه ايه العلامة بتاعة سواء الحمراء أو الزرقاء حسب بقى أنا غيرت السخن أو البارد. ودي كانت حلقة بسيطة علشان كتير مننا بنبقى عارفين نقولك ايه عايزين سباك، ويبقى الحاجة سهلة وانت ممكن تقدر تعملها بنفسك. يا رب نكون افدناكم في هذه الحلقة، وانتظروا المزيد من حلقات في الصيانة المنزلية.